السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ يا رب ان شاء الله الكل بخير. رجعت وياكم بعد انقطاع فترة من الوقت، تقريبا اسبوعين او اكثر اني ماكو وياكم الظروف، وان شاء الله راح نرجع بهذا الفيديو وسلسلة من الفيديوهات اذا الله اعطانا عمر وعافية. هذا يوم الجمعة كان التصوير، يعني ان شاء الله ينزل الجمعة او السبت، ما اعرف يعني شو وقت ما كمل المونتاج. ما عندي شي بالنهار كاملة من الليل، بس هاي اللي هيك على قولتهم الرتوش البسيطة اللي ما تخلص. يقرون وما اعرف شلون يخلون كتبهم مراهم، فاظل لملم مراهم هاي بالصالة، انفض الكوشات هاي الشغلات هيجي، ومن بعدها اكمل الصالة. الضغط عليها أكثر لأنه قعدتهم بيها، قرايتهم بيها، ناكل بيها، كلها قعدتنا، يعني اللي هي صار المقر الأساسي بالبيت. فهنا أنا هسه راح أبدي أنفضها مثل ما قلت لكم وأكنسها، بما أنه ماكو وطنية فراح أستعين بالمكناس هاي اليدوية. والله حلو شغلها، يعني هاي الرولات اللي بيها يعني تلمشكوا أتربة خيوط، هاي يعني هسه ماكم تنظفونها تلقون بيها بلاوي. فأنا أستعين بيها من ماكو كهرباء، ومرات حتى إذا أكو كهرباء بس أشوف الفرشة نظيفة، يعني هيجي شوي بيها شغلات أتعجز إنه أطلع المكنسة، وهيجي هاي أسهل وأخف. ونكمل بيها الشغلات اللي عندنا، ومن بعدها راح يعني هاي هيك السوالف البسيطة، ألمع التخم على البلازما على هاي الشغلات، ونكمل يومنا. اليوم تعرفون ذكرى استشهاد السيدة فاطمة بنت كلاب عليها السلام، أم البنين. فبما أنه هذا يوم وفاتها راح أسوي الغداء قربة لوجه الله وبثواب السيدة أم البنين عليها السلام. هاي شوفوا أقولكم هيك تطلع هاي شكو شغلات ناعمة، شكو هيك بالفرشة، يعني انت من تباعين تشوفين ماكو شي، بس بالرولة هي بيها رولات شايفينها تلم الأتربة الخيوط هاي الشغلات. المهم فأني مقررة انه اسوي باكر ثواب، فمن بالليل تبلت الدجاجة، جاي اسوي مندي دجاج، تبلت الدجاج حتى ان شاء الله اسوي لي الغداء. وهنا هاي اللمسات الاخيرة نخلي بخور. اني كلش احب البخور مال العرب، هذا اللي يبيعونه العطارين، عطره طيب، هادئ، ما يعني مو هيك قوي ويخنق، يظل يعني كابس بالمكان، يعني من تخلينا ساعتين 3 من الدخلين للمكان. عطره طيب هيك يعني احبه. ومن هنا فرشنا المفرش وراح نسد الباب عليهم ونطلع نروح للمطبخ. التمن اني منقحته ومحضرته، ومثل ما قلت لكم الدجاجة متبلتها، بس اكو خلل، يعني يا ريت انتم ما تسوونه، انا سويته يعني لاول مرة وشفته ما ناجح، فراح بعد ان شاء الله ما اسوي. هسه من نوصل له راح اقول لكم بيه. هاي هنا انا خليت البهارات مال المندي، هي بهارات مندي وشوية كمون، نوم بصرة، ذني اوراق الغار، سنين قرنفل، بعد انتي بكيفك، بس هو اهم شي اذا تريدونه حار خلوا عليه فلفل شوي. انا ما سويته حار. اهم شي من تخلين بهارات المندي هو كمل، وصبغة المندي هم اذا تريدين تحمسينها او مثلي هسه انا راح اضيفها بالاخير بالقدر. ليش؟ على مود يطلع لي التمن مو كله فرد لون، يطلع بيه اكثر من لون. هاي التمن انا غاسلته ونقعته تقريبا نص ساعة. هذا التمن جوكر، احبه بالمندي، يصير حبايته كلش طويلة. هسه ان شاء الله هم من نوصل من اصب راح تشوفون شلون حبايته نثر وطويلة، وحتى خفيفة من ياكلونها، خفيفة، مو هيك واحد يحس ماكل شي ثقيل وهاي الشغلات.
تريدون انتو تحمسون ذني البهارات بنفس القدر ونوب تضيفون التمن، تريدون لا يعني كل من بكيف. انا هواي مسوي وياكم المندي وكلكم ان شاء الله تعرفون، يعني انا مو اعلم بس اشارك يومي. وهاي هيك راح يعني اقلب البهارات ويا التمن وملح خليت على مود شي ياخذ نكهة شي. بعدين هسه هنا راح اضيف هاي الصبغة. ليش؟ لان لو ضيفتها بالبداية واخلط راح كله يصير لونه هيجي على منطقة على برتقالي، بس انا ردت حباية وحباية. هاي الدجاجة انا من البارحة مسويتها مثل ما قلت لكم. التتبيلة مالتها راشي، روبة، زبادي، اي روبة عندك، اي شيء، زيت، دبس الرمان، بهارات بعد يعني انتي شلون تحبين تخلين بهارات، مفتوح لك التنكيه مال الدجاج، شو تخلين خلي براحتك. ومن بعدها راح اسلفنها. شنو الغلط اللي قلت لكم اني سويته ولا تسوونه؟ اكو ناس حبابين ايش قالوا لي؟ قالوا لي تضيفي نص خاشو قمال معجون للخلطه. انا ادري المعجون يحرق، يعني بسرعه يحترق بالشوي. قالوا لا وينطيها هيجي ولون مظهر. فبعد قلت يلا هي الحياة تجارب، خل اجرب. بس اني ادري من اسويه قبل كنت مرات اضيفه للسمك هيك، اضيف يعني شويه مثلا طرف الخاشوقه اضيفه للشوي مال السمك. شي يسوي راسة يصير اسود يحرق. هو مو محترق، يعني هي مو الدجاجه محترقه او السمكه محترقه، بس هو المعجون راسة يصير لونه اسمر. كلكم جاي تفتهموني، لازم مجربين هاي الشغله. بس هنا انا راح اخلي هذا السيليفون، ونصيحه هذا السيليفون لا تجيبونه، يعني شويه يصير خفيف. هسه انا مسويه نص دجاجه. ليش نص دجاجه؟ لانهم مو كلهم ياكلون الدجاج، فاسويها كامله ما تنوكل وتتحرم. دائما اقول لكم انا هاي الشغله. وهنا أنا راح شو اسوي؟ راح اطبق السيفون اكثر من طبقه حتى شوي يقوى يتحمل وزن الدجاجه. ومن بعدها راح اغلف بيه القدر اللي خلينا على مي كامل مال التمن. والدجاجه مثل ما قلت لكم طلعناها من التشيس مالتها هي وسوائلها وهاي شغلاتها، مثقبتها هيك، يعني الافخاذ مالتها انضربتهم بالسكينه. صدر الدجاجه كلها هاي مال الجناح على مود شنو كلها تتلبس بيها التوابل وتصير يعني حامضه ومالحه وكلها. دائما انبه على شغله بنات، من تخلون الراشي لا تكثرون. الراشي ييبسها يخليها قاسيه، حتى لو نخلي زيت وراشي هوايه راح تصير قاسيه. دخلنا الدجاج للفرن، ياخذ من الوقت ساعه ونص، واخر 10 دقائق اشيل السيليفون الفوق على مود شنو؟ على مود تتحمص. اللي هنا صارت عندي هاي الشغله من تحمصت شويه لونها ضاعوا بصراحه. شوفوا هيك، هذا بسبب المعجون. لا تخلون المعجون، هي ما محترقه او شايطه او هيك، لا، بس هذا المعجون كسب زايد. حضرت ذني الحبشكلات ويا الغداء القاسم الله، خس وزلاطه وروبه. واكو انا عندي زيوني يريد لازم ويا مرقه، يعني اي شيء. فانا شنو عندي مرقه بالثلاجه اطلع هي اخليه يحب، يعني ما يحب ياكل شيء التمن بلا مرقه، يريد ويا مرقه وطرشي وهاي الشغلات. بس كان ناقص شنو؟ كان ناقص لبن، ولا هو الجو بارد يعني الواحد يشرب لبن. بس اني دائما من اسوي لهم المندي هاي بقى بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. هيك كان شكله والعطر مالته يعني فتشي. شوفوا هذا هيك سولفت لكم عليه، اريد اكثر من لون يصير بالتمن، فضفت الصبغه بالاخير. شوفوا هيك يصير بنات. عطره يخبل عطر التمن ونثري
وحبيته، شوف حبيته ايش طول الحباية يعني ما شاء الله. والوقت اخذ 1.5 ساعة، كل من حسب يشتغل الفرن بنفس الوقت، الفوق والجوا مال الفرن العينين الشغليهم نفس الوقت. اخر 10 دقائق شو اسوي؟ اطفيها النار السطحية مال الفرن، واخلي بس الفوق على مود شنو تعطيني تحميصة، نفس التحميصة هاي اللي جاي تشوفونها، باستثناء الفاول مال المعجون. مو محترقة بنات، بس المعجون مو قريب على العين مال الفرن راسة هو يصير هيجي لونه. يلا عادي مشت، طعمها كلش طيب، وألف عافية على أكلوها، وأنتو سهمكم صحة وعافية. وهذا كان يومي، وهذا كان روتيننا هذا اليوم، ويوم الجمعة، وإن شاء الله ثواب باصل. ولهنا تقريبا راح ينتهي وياكم الفيديو. التقيكم بفيديوهات جديدة إن شاء الله. مع السلامة.